صباح الخير. النهارده هاعمل معاكم السيرب أو الشربات. النهارده هنعمل شربات المقالي زي بلح الشام ولقمة القاضي والزلابية. النهارده هاعمله معاكم بطريقة بسيطة جدًا، مكونات متوفرة عندنا في كل بيت، يعني بدون عسل كلوكوز ولا أي حاجة من الحاجات دي. هنعمله ب3 مكونات بس موجودين عندنا في كل بيت. يلا بينا على طول نبدأ. هاعمل معاكم مقادير بسيطة، انتوا ممكن تضاعفوا المقادير زي ما انتوا عايزين. لكل كوبايتين من السكر هحتاج قدامهم كوباية وربع من المية. لو هتضاعفوا المكونات يبقى 4 كوبايات من السكر معاهم بالظبط كوبايتين ونص من المية. شربات المقالي زي بلح الشام ولقمة القاضي والزلابية بيكون شربات تقيل. هحتاج كمان عصرة ليمونة أو ليمونة صغيرة، يعني معلقة كبيرة كده من عصير الليمون أو ليمونة صغيرة يعني تكون ليمونة متوسطة. في الأول هاخد السكر مع المَيّة على البارد، ندوبهم في الأول على البارد. هنا أنا ضاعفت كمية الشربات، يعني معايا 4 كوبايات من السكر، هازود عليهم كوبايتين ونص من المَيّة. هاقلب بقى السكر مع المَيّة، يعني نحاول في الأول كده ندوب السكر شوية مع المَيّة، بس أهم حاجة وإحنا بنقلب يبقى نخلي كده يعني اتجاهنا كده في النُص، يعني ما نحاولش إن إحنا نجيب السكر على الحرف علشان ما يسكرش معاكم الشربات. هاخد بقى الكسرولة دي وهارفعها على النار، وأول ما العسل يبتدي إن هو يغلي هتظهر كده زي ريمة على الوش، نشيلها علشان ما تسكرش معانا الشربات. وبعد كده هاضيف عصير الليمون 10 دقايق بالظبط من بعد الغليان، يعني هنسيبه كده بعد ما يغلي 8 10 دقايق، وبعد كده هننزله من على النار هيكون جاهز. هنصبه بقى في طبق ونسيبه ان هو يبرد براحته خالص، ياخد درجة حرارة المطبخ، او ممكن اول ما يبرد كده شوية ندخله التلاجة علشان يتقل معاك. هو في الأول هيبان إن هو خفيف، لكن كل ما هنسيبه كل ما يقعد فترة أطول كل ما هيتقل وهيبقى بالقوام ده. ده قوامه بعد ما سيبته كده كام ساعة وبرد تماما، بقى ده القوام بتاعه. بجد خطير جدا. النهارده عملته معاكم بطريقة بسيطة جدا، يعني بدون عسل جلوكوز. عملته معاكم ب3 مكونات بس موجودين عندنا في كل بيت. وبس كده، أتمنى يكون فيديو النهارده يكون عجبكم، وأشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.